بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مستر أسامة على الصفحة بتاعتي بعنوان ستيب باي ستيب لتعليم اللغة الإنجليزية، تعليم مبسط تخفيفا على تلاميذي وأولادي للي نفسهم يتعلموا اللغة الإنجليزية وفي لاقيين صعوبة فيها. فاجتهادا مني هحاول إن أنا أبسط لكم تعليم اللغة الإنجليزية على نفس عنواني ستيب باي ستيب، يعني خطوة بخطوة في اللغة الإنجليزية. وأرجو أن يكون ده شيء مبسط يستفيد منه أبناء الطلبة وكل من يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق أنه يتعلم معايا واحدة واحدة، بأن احنا ناخد أول خطوة في اللغة الإنجليزية وهي تعريف الحروف الإنجليزية كما هو واضح أمامكم على الكراسة اللي واضحة ديت. وبتبدأ بالحروف الإنجليزي A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. هذه هي حروف اللغة الإنجليزية. الحروف اللي مكتوبة بالخط الأسود دي تسمى الحروف الكابيتال. أما الحروف المكتوبة بالأحمر تحت كل حرف منهم دي تسمى الحروف السمول اللي بتيجي في وسط الكلمة. فأي جملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بحرف كابيتال من الحروف اللي مكتوبة بالأسود. أما إذا جت الكلمة أو الحرف في وسط الكلمة أو تاني حرف منها فبيكتب بالحرف السمول كما هو موضح تحت حرف كل من الحروف الكابيتال. شكل الحرف بتاعه سمول كما هو موضح وبينطق بنفس اللفظ. أعيد تاني A B C D F E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. الحروف الإنجليزية لها مقاطع، كل بعض الحروف لها نطق هنحاول نوضحه دلوقتي عشان نقدر نقرأ الكلمة بالإنجليزية كلمة واضحة ما فيهاش أي نوع من اللبس ولا المشكلة. الحرف الثالث اللي هو سي أهو هنوضحه. سي له طريقتين في النطق. سي ينطق سي، يعني سي كده كما هو. إذا جاء بعده حرف من الحروف الآتية، هما 3 حروف مفيش غيرهم، وهو حرف الإي والآي والواي إذا جاء بعده كما هو موضح. زي إيه؟ زي كلمة سيتي مدينة. هنا أنا قريت السي كما هي لأن جه بعد منها حرف آي، فتنطق سي، زي كلمة آيس كريم
ايس كريم. جه بعد السي حرف اي كما هو موضح، يبقى اتنطقت السي بحرف سي كما هي، ما تغيرش نطقها خالص. كمان في كلمة زي كلمة سينما، سينما، سينما. ايس كريم. سينما نطقتها سي، حرف السي نطق كما هو لأن جه بعد منه حرف اي، يبقى حرف السي ينطق حرف سي كما هو زي ما احنا قلنا هنا اي بي سي. إذا جاء وراءه حرف من الحروف الثلاثة دول اي اي واي، واي زي كلمة واي نقدر ان احنا نقول زي كلمة سايكل، سايكل، سايكل يعني دراجة، دراجة. ساي جه السي وراها واي فنطقت حرف السي اتنطق لأن جه بعد منه حرف واي كما هو موضح زي ما أنا قلت كده. السي بخلاف وضعها زي ما أنا شرحت ويجي وراها الاي الاي والاي والواي، بتيجي بعد كده تنطق زي حرف كي في معظم كلمات اللغة الإنجليزية إذا لم يأتي بعدها إي أو آي أو واي. مثل لما أقول كات، كات قطة، يبقى اتنطقت السي هنا كي، نطقت السي هنا كي. زي كلمة كاب اللي هي مرنيطة، وبالتالي هنا اتنطقت السي كي. كلمة كلاس فصل، في المدرسة فصل، يبقى كي. ناخد بالنا ان السي ليها وضعين في النطق، سي كما هي اذا جاء بعدها احد الحروف الثلاثة اي اي واي، اما اذا كان لم يأتي بعدها حرف من الحروف دي يبقى بالتالي هيتنطق حرف السي كي. زي ما احنا شايفين هنا في كلمة سايكل، ساي فيها 2 سي، السي في الأولانية اتنطقت ساي، ولما جه بعدها حرف من الحروف الأخرى اتنطقت سايكل. يبقى الكلمة دي جمعت الشكل الخاص بنطق حرف سي، فإنه إذا جه قبل منه حرف من الحروف الثلاثة اي اي واي ينطق سي، أما إذا جه بعد منه حرف من الحروف الأخرى في الإنجليزية ينطق حرف كي. وأكبر مثل على كده الكلمة بتاعت سايكل، ساي وراها واي قلت ساي سي، وقلت كل يعني كي، السي نطقت حرف كي بقت سايكل، سايكل. ده مقطع من حرف السي. المقطع الثاني بنلاقي حرف البي وراها حرف اتش. البي والاتش لما يجوا على مستوى اللغة الإنجليزية يتم نطقهم اف مش بي اتش، زي لما اقول فون اللي هو تليفون، فنطقت البي اتش اف، فون نطقتها فون عشان نوضح. زي كلمة elephant، elephant يعني فيل، فاتنطقت المقطع بي اتش اتنطق
اف elephant elephant. يبقى البي اتش على مستوى اللغة الإنجليزية البي تقيلة، إذا جه وراها اتش تنطق اف كما هو موضح. يبقى هنا فون elephant فيل فيل. في مقطع تاني السي اتش ورا بعضيهم تنطق شين تنطق شين 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 زي watch 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 يشاهد watch 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 نطقت شين watch chair كرسي chair كرسي اتنطقت chair 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 نطقت chair. كذلك الاس اتش الاس اتش برضو تنطق شين. ازاي تنطق شين؟ لما اقول كلمة شو 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 يعني عرض عرض مسرحي او عرض سينمائي، يبقى هنا اتنطقت الاس اتش شين شو شو شو. او كلمة شاور 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 يعني حمام يأخذ حمام، يبقى الشاور الاس اتش اتنطقت شين شاور شاور شاور. ووش 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 يعني يغسل يغسل ووش نطقت شين ووش ووش نطقت شين. ده على مستوى اللغة الإنجليزية. في مقطع قبل الأخير بنلاقي كلمة فيها 3 الحروف دول ورا بعض جي اتش تي. ال3 حروف دول بينطقوا في أي كلمة في اللغة الإنجليزية حرف تي تي. يبقى الاتش الجي والاتش لا ينطقوا والتي هي اللي بتنطق، زي لما اقول كلمة نايت 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 الليل 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 نايت. يبقى الجي اتش تي هنا اتنطقوا تي، زي كلمة لايت 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 يعني خفيف خفيف لايت اتنطقت تي. والجي والاتش لم ينطقوا. حرف 8 او رقم 8 في اللغة الانجليزية بنقول عليه 8 8 8 7 8 9 10 8. رحت ناطق الجي اتش تي تي. والكلام ده كله على برضه مستوى اللغة الإنجليزية. في مقطع تاني المقطع التاني تي اي او ان. كل المقطع ده بينطق شين شين شين، زي كلمة ستيشن. مساحة تاني مقطع زي تي اي او ان تي اي او ان يبقى الشن شن. ممكن نشطب كده ونوضحها اكتر، اسمها شن 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 شن. زي كلمة ستيشن 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 ستيشن. محطة محطة ستيشن ستيشن ستيشن. محطة محطة ستيشن. دي
أبسط القواعد الحروف والمقاطع الإنجليزية اللي ممكن نستهدي بيها عند قراءة الكلمات عشان ما نتلخبطش. السي تنطق سي إذا جه وراها اي اي واي، ما عدا ذلك تنطق كي زي ما احنا وضحنا. البي اتش تنطق اف زي ما وضحنا في كلمة فون أو إليفانت. السي اتش والاس اتش ينطقوا شين زي ما قلنا واتش، شير، قلنا شو، شاور، ووش. الجي اتش تي ينطقوا تي زي كلمة نايت، لايت، ايت. تي اي او ان ينطقوا شن، ستيشن. دي أمثلة موجودة، أي كلمة هتقابلنا فيها المقاطع السابق الإشارة إليها ينطقوا كما سبق ووضحنا. وهنضيف بعض الكلمات يحب أصدقائنا وأولادنا يحفظوهم كإضافة، اللي هي أسماء العائلة ديت عشان يزداد حصيلة الكلمات والثروة اللغوية عندهم، وهنطبق فيها بعد ما احنا شرحنا. أسماء العائلة عندي فازر، فازر يعني أب. عندي كلمة مازر أم. عندي كلمة برازر يعني أخ. عندي كلمة سيستر، سيستر أخت. عندي كلمة جراند فازر يعني الجد. وعندي كلمة جراند مازر يعني الجدة، بمعنى ان جراند يعني كبير، يبقى الأب الكبير هو الجد والأم الكبيرة هي الجدة. عندي كلمة صن يعني الابن. وعندي كلمة دوتر اللي هي الابنة. ونعم إن شاء الله هنبدأ دروس أخرى متتالية لتسهيل وتعريف اللغة الإنجليزية حتى يتمكن كل من يريد تعلمها أن يستفيد. وأنا بشتغل في بعض القواعد الأساسية والبسيطة دون تعقيد أو تبحر، عشان يبقى فيه نوع من القبول وحب اللغة الإنجليزية. أرجو أن يكون قدمت بعض النقاط اللي يستفيد منها أبنائنا الطلبة. وما تنسوش الشير واللايك، وإن شاء الله في دروس أخرى قريبا بإذن الله لتكملة القواعد الأساسية في اللغة الإنجليزية بالمقارنة بها مع اللغة العربية حتى يسهل فهمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على حسن الاستماع. وأرجو أن يكون هذا عمل بسيط يستفيد منه أبنائنا الطلبة في اللغة الإنجليزية.